اهلا بيكم. هتكلم معاكم النهاردة عن نوع من اقوى الانواع اللي بتعمل انتصاب قوي جدا. فلو بتعاني من ضعف الانتصاب او ما بتحافظش على الانتصاب الوقت الكافي يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. لكن انزل الاول دوس على زر الاعجاب واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. جايب لكم النهارده برشام اسمه إريكتاليز، ويا ريت تكمل الفيديو معاه للآخر علشان هقولك على حاجات مهمة جدا عن طريقة استخدامه وأعراضه وغيره. فمش هيجيب معاك نتيجة غير لما تسمع الكلام اللي أنا هقوله ده علشان تستخدمه صح ويفيد معاك. أولا إريكتاليز من أفضل الأنواع اللي ممكن تستخدمه لضعف الانتصاب، لأنه بيتميز بمفعوله القوي جدا اللي بيخلي عندك الانتصاب زي الحديد وبيستمر معاك فترة طويلة حتى بعد الإنزال. كمان بيتميز بعدم وجود أعراض جانبية جديدة، يعني في أنواع ممكن تعمل لك ارتفاع في الضغط أو الشعور بالغثيان أو الترجيع أو وجع في المعدة وقلبان فيها وغيره من الأعراض التانية، لكن إريكتاليس ما بيعملش كل المشاكل دي. كمان بيتميز إنه بيعالج مشاكل البروستاتا، يعني لو في التهابات في البروستاتا أو ورم حميد بيأثر على الانتصاب أو بيعمل لك مشاكل جنسية، إريكتاليز بيعالج كل ده. إريكتاليز زي ما حضراتكم شايفين كده علبة شكلها شيك جدا بتتفتح بالشكل ده، بيكون جواها حبتين، والسعر 25 جنيه للقرص الواحد لو بتتفرج عليا دلوقتي. لكن لو بتشوفني في المستقبل الله أعلم هتبقى عاملة كام. بتاخد القرص قبل العلاقة بساعة على معدة فاضية، وإن شاء الله بإذن الله بيجيب معاك نتيجة قوية جدا، وده عن تجارب ناس كتير استخدمته وشكرت فيه. وزي ما قلتلكم في كل فيديو انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدموش اي حاجة غير لما ترجعوا للدكتور او الصيدلي، لان هما اكتر اتنين هيقولوا لكم الحاجة دي تنفع معاكم ولا لا. ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.